ده ميسي بيلعب كورة. ميسي يبقى لاعب كرة قدم أرجنتيني، ودي معلومة مهمة جدا ممكن انت ما تكونش عارفها، لانك لو سافرت الأرجنتين ان شاء الله يعني ورحت سألت هناك مين احسن لاعب كرة قدم في التاريخ، مش هيقولك بقى ميسي او كريستيانو او بيليه او رونالدو الظاهرة والكلام ده، هيقولك انت قصدك مين هو مارادونا يعني. فهتقول له لا انا قصدي مين احسن لاعب كرة قدم في التاريخ، فهيقولك ايوه ما هو احسن لاعب كرة قدم في التاريخ هو مارادونا، فانت كده بتسألني مين هو مارادونا. فهتقول له طب وميسي، فهيقولك ميسي كويس الحمد لله ماله. فهتقول له ده واخد الكرة الذهبية 7 مرات وافضل لاعب في العالم وافضل لاعب في اوروبا وهداف الليجا وهداف دوري ابطال اوروبا وبتاع 50 جايزة تانية. فهيقول لك ياه ميسي ده جامد قوي، ان شاء الله ربنا يوفقه كده ويكبر ويبقى زي مارادونا. وده لان من كام يوم بس مارادونا كان عمل اللي ميسي ما كانش عمله، جاب بايده كاس العالم. هو جابها بايده فعلا، مارادونا دخل الجون بايده، يعني لو كان في فار وقتها ما كانش هيبقى في كاس عالم للارجنتين. ده ميسي بيلعب كورة. ليونيل اندريس ميسي اللي هو يبقى ميسي بس احنا بنحب نكبر المواضيع، بدأ حياته في روساريو، قرية من قرى الارجنتين الفقيرة، وكان اهله شغالين موظفين، يعني نقدر نقول طبقة متوسطة اللي هي هنا في مصر بقت للي بيقبضوا 50,000 فيما فوق. وطبعا زي اي طفل في السن ده عنده اهل في الوقت ده، كان هو واهله حابين انه يطلع يبقى لاعب كرة قد الدنيا، كرة يد. ميسي في حوار صحفي عمله زمان وهو صغير قالوا انه كان نفسه يلعب كرة يد، ولكن جدته زمان خدته وودته لنادي جراندولي وهي بتقول له انه هيبقى اعظم لاعب كرة قدم في التاريخ. فقالها بجد؟ قالت له اه والله الفيلم الوثائقي بتاع ميسي بيقول ان انا قلت كده. ده ميسي بيلعب كورة. ميسي كمان كان أزعة، طبعا انت دلوقتي شايف انه مازال أزعة، فانا بقول لك عندك حق وبعتذر لك هعدلها. ميسي زمان كان قزم، كان قصير جدا، كان طوله 124 سم بس، وده كان عامل له ازمه كبيره كلاعب كوره وكانسان في المطلق يعني. وكان العلاج عباره عن دواء بيعالج نقص هرمون النمو اللي عنده، وكان العلاج ده بيكلف سكه $1000 في الشهر. يا نهار ابيض. وطبعا زي اي قصص بتتعمل فيديوهات هنقول ان ابوه وامه حاولوا يساعدوه يحطوا القرش على القرش عشان يعالجوا ابنهم الوحيد، وبيدوروا على حل، وان ابوه ساب شغله فبقوا مش لاقيين لا ياكلوا ولا يعالجوا الواد اللي حيلتهم. فاما ابو ميسي راح للنادي بتاعه وقال له عالج لي ابني، فقام مدير النادي قال له استغفر الله العظيم يا عم انت هتلحد اللي بيعالج ربنا. فابو ميسي قال له ربنا ياخدك، وقام طالع بيه على اسبانيا، وهناك قدم للواد في اكاديميه لاماسيا، واللي بتكون عباره عن اكاديميه تدريب كره القدم تبع النادي البارسا اللي هو فريق برشلونه، في حال لو انت بتتفرجي على الفيديو من المطبخ يعني. ده ميسي بيلعب كوره وهو عنده 13 سنه بقى بيلعب في برشلونه، وبتتكفل برشلونه بمصاريف علاجه، واللي لو ما كانش اتعالج كان زمانه دلوقتي بيعمل فيديوهات على التيك توك زي كوسكا البابا اللي مسمي نفسه ميسي الصغير، لان كوسكا البابا عنده نفس المرض اللي كان عند ميسي زمان، كان خارب الدنيا ميسي في قصر الكبابجي. وفي 14 ديسمبر سنه 2000 اتمضى عقد ميسي، وطبعا عشان القصه تبقى كرييتيف كتبوا العقد على منديل عشان يبقى اسمه اهم منديل في التاريخ. وفي 2004 ميسي كان بيلعب مع الفريق الاول وهو عنده 17 سنه بس، وقدر بقى يثبت فعلا انه لاعب مهاري مبهر عبقري خارق مارق، مفيش حد جه زيه ولا هيجي بعد كده. والوحيد اللي اتقارن مع ميسي فعلا هو ابو مرزوق كريستيانو رونالدو، اللي بيتصنف انه افضل رياضي على مر العصور، واللي فضلت المنافسه بينه وبين ميسي لحد دلوقتي شغاله. ده ميسي بيلعب كوره. في 2009 قدر ميسي يجيب بطوله التشامبيونز ليج للفريق بنفسه، جاب الجون براسه وهو 170 سم الفاجر. وفي 2011 كسب برشلونه مع ميسي البطوله تاني، وكان جزء من جمهور اليونايتد بيشجع ميسي بسبب اللي ميسي عمله. تخيلوا تاثيره وصل لايه، لان محمد طارق يعمل فيديو عنه. الراجل ده في 2009 2010 كسب افضل لاعب في العالم من فرانس فوتبول ومن الفيفا، اول حد في العالم كله يعمل كده، وكسب هداف الدوري والحذاء الذهبي كهداف الدوريات الاوروبيه. بس قبل ده كله كسب حاجه مهمه جدا، قلب انتونيلا حبيبته اللي خلف منها طفلين وبعد كده اتجوزها عشان راجل محترم. عقبالك يا جورجينا. ميسي وهو عنده 24 سنه كان معاه 3 بالون دور وافضل لاعب في العالم 3 مرات وفلوس زي الرز، بسم الله ما شاء الله احنا ما بنقرش يعني. ميسي في موسم واحد جاب 73 جون، منهم 50 جون في الدوري الاسباني اللي كسب لقب هدافه 8 مرات، وجاب في السنه كلها 91 جون. شوف انت بقى الجون بكام واضرب بقى في سعر اليورو. ده ميسي بيلعب كوره في برشلونه، واللي معاها حقق 10 دوري، 7 كاس اسبانيا، 8 كاس السوبر الاسباني، 4 دوري ابطال اوروبا، 3 سوبر اوروبي، 3 كاس العالم للانديه، اكتر لاعب شارك في ماتشات مع برشلونه، اكتر لاعب سجل اهداف في برشلونه، اكتر لاعب حقق بطولات مع برشلونه. ميسي بس فاضله يجيب العربيه اللي نفسي فيها ويبقى عمل كل حاجه، هو بس عنده اسطول عربيات. ميسي بالمناسبه يعتبر اغنى لاعب كره قدم في العالم، ثروته داخله على 700 مليون دولار. في 2021 برشلونه حصل له مشاكل ماديه، فاضطر للاسف وبعد ده كله انه يستغنى عن ميسي. فقام ميسي راح باريس سان جيرمان عشان هناك بيصرفوا اكتر، وسمع انهم بيتغدوا فلوس كل يوم. قطر بقى. ومن المصادفات الغريبه ان عمنا رونالدينيو في 2001 راح باريس سان جيرمان، فقام راح كسب كاس العالم السنه اللي بعدها. امبابي راح نفس النادي 2017 فقام راح كسب كاس العالم السنه اللي بعدها. ميسي راح نفس النادي 2021 فراح كسب كاس العالم السنه اللي بعدها. نيمار راح نفس النادي 2017 فقام راح كسب صلاه النبي. ده ميسي بيلعب كوره وكسب مع باريس الدوري وكسب كاس السوبر في فرنسا، ورغم كل ده كانوا مسمينه في الارجنتين المتخاذل.
ويلعب بضمير في الانديه بس عشان الفلوس. طب ما عنده حق يا جماعه، لا بهزر. وميسي كل شويه يعمل زي العيل القصير، قصدي الصغير، ويعيط ويموت ويقلد الكتكوت ويقول طب انا معتزل دوليا، ويقوم راجع تاني، فيقوم خسران في نهائي كوبا امريكا فيقوم معتزل دوليا وبعدها يرجع تاني، ويوصل نهائي كاس العالم ويخسر من المانيا فيقوم معتزل زي العيال الصغيره. ميسي دماغه طلعت اصغر من دماغ صلاح، لحد ما في 2021 ربنا نفخ في صورته وقام كسبان مع المنتخب بتاعه بطوله كوبا امريكا. جدع يا ميسي، وساعتها اتجدد الامل انه ياخد كاس العالم. ده ميسي بيلعب كوره وعنده 35 سنه ورايح كاس العالم 2022، يا ينجح ويجيب الكاس يا ينداس على وشه من جماهير الارجنتين. وبيجي اول ماتش للارجنتين قدام السعوديه وبيعمل ميسي اللي محدش بيتوقعه، بيخسر 2-1. جدع يا اسطى. مش انت، قصدي على سالم الدوسري لاعب السعوديه اللي جاب الجون الجاحد ده. ولكن عشان اسطوره ميسي تكمل بيقدر ميسي مع فريقه انه يوصل للنهائي ويكسب كاس العالم مع فريقه. هو صحيح بضربات الجزاء ولكن الجوره جوان. مستر سيد مدرس الالعاب زمان قال لي كده، ميسي مش بس كسب كاس العالم، ميسي كسب لقب افضل لاعب كره قدم في التاريخ. وقام متصور بالكاس اللي كان طول عمره بيحلم بيه، فقامت بوم الصوره لحد دلوقتي تعدي ال 70 مليون لايك، اكتر صوره اتعمل لها لايكات في تاريخ العالم. حليم وامل دلوقتي بقى، يلا بينا نلعب كوره. ده ميسي اسطوره كره القدم وكل الكور الصراحه. ورغم كل اللي كان حققه شعبه ما كانش راضي عنه، لدرجه انهم في تجمعاتهم لكاس العالم كانوا حاطين صوره مارادونا مش ميسي. ولكن دلوقتي ميسي بقى ابن الشعب الارجنتيني خلاص، ربنا يخليكم لبعض. السيرش ده كتبه احمد علاء وصاغه وسجله محمد طاهر اللي هو انا يعني، ومنتجه يوسف حامد. سلام.